النهارده اليوم السابع في الدوره. هقول لك تعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ في البدايه نصلي على النبي ونستغفر الله. ما تنساش يا جماعه تصلي على النبي في المزرعه، ربنا يبارك لك، دورتك هتطلع 100 100. اليوم السابع هنحط املاح، سقوى املاح، سقوى غسيل كلوي. تمام. هنبدله بس في اليوم الثامن الغسيل الكلوي هنبدله ونحط بداله مضاد سموم، سقوى مضاد سموم. تمام. وقصاد منه املاح. اليوم التاسع هنحط املاح، سقوى املاح، سقوى غسيل كلوي. اليوم العاشر هنريحه، هندوا ميه حلوه من الحنفيه، بس احنا دلوقتي في الحر هنزودها شويه ميه ساقعه كده، ايه يا دوبك، ايه الدنيا تبقى، ايه الميه تبقى حلوه كده تعرف ايه تشربها. مش عاوزين ميه ساقعه جامد يا جماعه عشان الفرخ ما يتعبش. احنا بس ايه بنطروا على الفرخ كده وبنروقوه. بعد كده بقى نشتغلوا ايه بقى؟ خميره. يوم خميره. خميره يا جماعه 4 ساعات بس ميه. تبقى انت ايه، عامل حسابك على 4 ساعات ميه بس. ماشي. نص معلقه صغيره خميره على لتر ميه. شوف انت انت هتستخدم كام لتر ميه في 4 ساعات. اخرك 4 ساعات، يعني من 3 ساعات ل4 ساعات اخرك. تمام. بعد كده تحط ميه حلوه. يوم خميره هنجيبوا فصين توم ندقهم. تمام. ونحطهم ننقعهم في ميه في طبق كده ولا اي حاجه 6 ساعات. شوف انت بتستخدم كام لتر. استخدمت 10 لتر حط 20 فص توم دقهم. ماشي. تنقعهم 6 ساعات تقوم جاي حاطط لهم الفرخ، حط لهم بالليل. ده يوم تاني حلبه. تمام. لحد ما توصل مثلا ايه لليوم ال 13 او ال 14. هعمل لكم بقى فيديو عن اليوم ال 13 او ال 14 تعمل ايه. ايه التحصينات اللي انت لازم تعملها. بس. وفي النهايه تعمل لي لايك وشير ومتابعه، وده فضلا يا جماعه. السلام عليكم.